ازاي تعمل اعادة ضبط مصنع لعقلك؟ تعال اقولك. حاسس انك مستهلك وفاقد المتعة في الحاجات اللي بتحب تعملها ومش عارف تفصل وتركز فيها، ومش عارف كمان تكون نشيط ومنتج زي الاول، ومش عارف برضه تهدي نفسك، ومش عارف تستمتع حتى لو فيلم مش عارف تشوفه وتعيش جواه. دماغك جواها دوشة فظيعة وصراعات واحداث عنيفة. نفسك تلاقي الزرار اللي تتك عليه وتفصل نهائي عن العالم المؤذي ده كله وتدخل في عالم انت اللي تختاره. الحل عندي. الكلام بتاعك ده مش مجرد شكوى، دي صرخة من جوه قلب تعبان ودماغ مش لاقية زرار اعادة ضبط المصنع. اللي انت فيه ده اسمه ارهاق نفسي وذهني مزمن، وده بيحصل لناس كتير لما يبقوا طول الوقت في حالة استهلاك، جري في الحياة، تفكير، توقعات، شغل، مذاكرة. اعمل فورمات. طيب الحل ايه بقى؟ خد 3 ايام كانك بتبدا حياه من اول وجديد. خليك في البيت او في مكان امن بتحبه، اقفل موبايلك او اقفل النت خالص. نام وقت ما تحس انك عايز تنام بدون اي تانيب ضمير. كل اكل خفيف وسهل، اقعد في صمت حتى لو نص ساعه يوميا. ده اسمه ايه؟ تفريغ للدماغ. هتحس في الاول بزهق ويمكن هلع وخوف، بس بعدها هيبدا جسمك يهدى خالص والدنيا هتتحسن معاك. اطرد بقى اي صوت مقارنه بيجي في دماغك. صوت بيقول لك انت لازم تكون منتج، انت متاخر ليه، انت مش زي فلان. ما تسمعلوش، ده مش صوتك، ده صوت المجتمع اللي اتحشر جواك. رد عليه وقول له بص يا عم، انا انسان، انا مش آلة، وهبدا من نقطه راحتي مش من توقعات الناس. بعد كده ابدا بحاجه بسيطه لكن متعتها كامله، بدل ما تحاول ترجع شغفك كل مره واحده. جرب تعمل حاجة بتحبها بشكل مبسط وبسيط. اقعد على كرسي حلو في البلكونة، اسمع موسيقى، اقرا قرآن، شغل فيلم قصير عندك اليوتيوب، او شوفني اتفرج عليا هبسطك والله وادلعك. ارسم حتى لو دواير او شخبطة على الورق، المهم انك تنسى العالم. طب بعد ما تنسى العالم هتعمل ايه؟ مش هتفتكر انك عايز تشترك عندي كده وتعمل لايك وتصلي على سيدنا محمد في التعليقات؟ اعمل حاجة قبل ما تنسى.